السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا لاباس وصحتكم بخير. اليوم ان شاء الله راح نديرو كيك بالشوكولا، بزاف بنين وبزاف خفيف، يعني مكونات سهله موجوده في كل بيت. ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. اللي حبت تعرف المقادير وطريقه التحضير تبع الفيديو حتى الاخير. نحتاج في الوصفه زوج حبات بيض بحراره الغرفه، نزيد لهم رشه ملح كما تشوفوا على راس الملعقه، هذا مكان. نزيد زوج بيض تاع كريم ديسير، اي ماركه، انا درت دانت، خيروا اي ماركه، المهم كريم ديسير يعني ذوق الشوكولا. بنفس هذوك لي بواط ندير السكر العادي، نديرو كيف زوج بيض. نزيدو زوج بوايط نتاع زيت، يعني كامل المكونات نديرو زوج. نزيدو هنا الحليب، ونخلطو كامل المكونات كيف. دوكا نزيدو الكاكاو يكون مغربل، نديرو بواطة وحدة، من الأفضل يكون نوعية جيدة. نخلطو حتى يدخل هذاك الكاكاو مليح مع المكونات الأخرى. في هذه المرحلة نبدأ نزيد الفارينة. هذه الوصفة تديلي 3 بوايط نتاع فارينة اللي قسنا بها دايما. نبدأ في الأول نحط 2 بوايط مغربلين، نزيد 2 أكياس نتاع خميرة الحلوى، يعني كل وحدة 10 غرام للزوج، يعني 20 غرام. ونخلط ندخل كامل هذيك الفارينة. تقعد لي بواطة التالية نزيدها، كما راكم تشوفوا هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه، يعني يكون خفيف شويه كما راكم تشوفوا. ودوك نجيب سنيوه الطول تاعها 30 والعرض 25. هذه سنيوه اللي استخدمتها اليوم. ندهنها بشويه زيت ونرشها بالفارينه، ونفرغ كامل الخليط فيها. انا كنت سخنت الفوغ على 200 درجه سخن مليح، ومن بعد نحط سنيوه تاعي نقصلو نرجعو 180، يعني طيب على 180. 200 درجه نديروه في الاول برك، وندخلها طيب على 180 درجه. كي ندخلو كوردون ولا موس نلقاوها نشفت، نشعلو لها من الفوق تحمر شويه وتكون واجده معنا. فوالا هذا هو الكيك بعد ما خرجته من الفوق كما راكم تشوفوا، ما خليتوش يحمر بزاف من الفوق، جوست ينشف برك وطفيت عليه. نروحو نوجدو الكلاصاج. راح نذوب هنا الشوكولا، درت شويه ما في كاسرونه. زدت هذه من الفوق سبيسيال باش نذوب فيها الشوكولا. اللي ما عندهاش دير كاسرونه ولا بول تاع الشوربه، ولازم يكون ناشف ما فيهش قطره ما. عندي هنا بواطه تاع الشوكولا،
نخلوها تذوب فوق النار. بعد ما ذابت كيما راكم تشوفوا نزيد لها بواطه تاع كريم ديسير. علاش نزيدوها هنايا؟ باش ما تجيناش ديك الشوكولا ناشفه ولا يابسه، باش تجينا طريه. واللي ما حبش تستخدم في هذه المرحله الكريم ديسير تقدر تستخدم زوج مغارف كبار نتاع حليب ومغرفه كبيره تاع زبده. وهكذاك بعد ما ذوبناها ومازالت سخونه نفرغوها فوق الكيك اللي يكون ديجا برد، ونوزعوها كامل. تحبوا تخلوها هكا ولا تزيدوا من الفوق شويه كاوكاو محمص وملح خشين، ولا كيما درت انا شويه فيرميسيل تاع الشوكولا. هنا نبدا نقسم بعد ما نشفت، نقسم في النص ونزيد هذاك النص نزيد نقسمه، يعني على 4 في العرض، وفي الطول قسمت على 5. 4 في 5 20، يعني تعطينا 20 حبة. الله يبارك. هنا نحي لكم حبة وتشوفوا كيفاش خرجت. ديجا كي راني نرفد فيها هاي تبان خفيفة، تبان مشربة وهي ماشي مشربة. واش نقول لكم، بزاف بنينة. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. شوفوا كي نقسمها تبان معاكم باللي خفيفة، وهذاك الكلاصاج طري، يعني اون ديغي باتيسري. ودوكا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم بزاف. ما تنساوش تدعموني بجمع لا فيديو واشتراك في القناة، وشاركوا الوصفة مع أحبابكم وجيرانكم وعائلاتكم. وما تنساوش لحبيتوا وصفة نديرها في القناة ما عليكم غير تكتبوها في التعليقات وانا نلبي الطلب. بقاو على خير.